ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا. عارفه اني بقالي فتره ما صورتش، بس كان عندي شويه ظروف مهمه وفي نفس الوقت بحضر عشان اخد رخصه السواقه التركيه. فهاخدكم معايا بقى النهارده يوم كامل. تعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه النهارده. وصلنا بقى مكان الكورس ورحنا نفطر. بوريكم الحاجات اللي موجودة. احنا اختارنا سميت بالجبنة وشاي، بس للأسف انا مش محظوظة ابدا. اللي هو يدوب اول ما الاكل وصل كان الكورس بدأ، فمشيت على طول. للأسف ملحقتش اكل اي حاجة. هنا بقى رحنا نركب العربية عشان خاطر نتعلم السواقة بقى وناخد الرخصة. ادعونا بقى انها تعدي على خير كده. الامتحانات هنا صعبة قوي بجد، مش بيسامحوا اي حد يعني على اي حاجة. بجد الامتحانات صعبة قوي، والمدرسة برضو شديدة جدا. يعني اي غلط بتلاقيها بتتعصب ولا وما تعمليش كده. يعني ما فيش هنا تفاهم بصراحة. خلصنا الكورس بقى وروحنا. حماتي بقى كان بقالي فترة نفسي اكل حلويات، فقلت لها انا وحشتني التراليتشا بتاعتك، فقررت ان هي تعمل لنا التراليتشا. تعالوا بقى نشوفوا في الفيديو هي هتعملها ازاي. عايزه اقول لكم بقى ان التراليتشا بالنسبه لي من اجمل الحلويات التركيه اللي انا اكلتها هنا. يعني انا فعلا من اول مره اكلتها ادمنتها بصراحه اكتر من البقلاوه وكل الحلويات اللي موجوده هنا. فانا قررت اتعلمها بقى من حماتي واعلمها لكم في الفيديو ده. هي قالت لي ان احنا بنجيب 5 بيضات وبنضيف عليهم كوبايه سكر وبنضربهم بالمضرب لحد ما يوصل لونهم للون الابيض. تابعوا معانا كده هنشوفوا بقى الخطوات بتاعتها. زي ما احنا شايفين بقى وصل لونها للون الابيض. بصوا يعني هي بتاخد تقريبا حوالي 3 دقايق. بنضربها بالمضرب لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى بنحط عليها 6 معالق دقيق. هي كل 5 بيضات بياخدوا 6 معالق دقيق. هي سهلة جدا، مكوناتها بسيطة بس عايزة تركيز بصراحة، لانها عبارة عن خطوات كتيرة جدا. الكيكة لوحدها والكريم شانتيه لوحده والصوص بتاعها لوحده. هي سهلة بس خطواتها كتير جدا. احنا هنا بقى ضفنا 6 معالق دقيق، وهنضيف عليها برضو معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة بيكنج باودر. تمام. وهنبدأ نضربها تاني، بس مش هنضربها لمدة طويلة، لمدة دقيقة بس، بحيث ان الدقيق يختلط مع البيض والسكر والفانيليا والبيكنج باودر. وهنحطها بقى في الصينية بتاعتها وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. طبعا كل ده هتشوفوه في الفيديو معانا. طبعا معانا الفيديو. اول بقى ما توصل للقوام ده بنجيب صينية وبنبدأ ندهنها شوية زيت بحيث ان الكيكة ما تلزقش فيها زي ما انتم شايفين.
فضينا بقى الكيكه بتاعتنا في الصينيه، ولازم نتاكد انها اتوزعت بكميه متساويه في الصينيه كلها، بحيث انها ما تبقاش في منطقه عاليه وكبيره وفي منطقه تانية مش موجوده. زي ما انتم شايفين سويناها كده كويس. وبعد كده بقى بنبدا نخبط الصينيه زي ما انتم شايفين 3 مرات، بحيث ان احنا نطلع الهواء اللي فيها. اتاكدنا بقى كده انها بقت تمام، طلعت الهواء اللي فيها متوزعه بكميه متساويه في كل الصينيه. هندخلها الفرن بقى على درجه حراره 180، والفرن نكون مسخنينه قبل كده. بتاخد في الفرن من 25 دقيقه لنص ساعه. هنا بقى بدأنا نحضر الصوص بتاعها. كريمه ولتر لبن وكوبايه سكر. يلا بقى نشوف هنحضره ازاي. ده بقى الصوص اللي احنا هنسقي بيه الكيكه. زي ما شفتوا علبه كريمه ولتر لبن وكوبايه سكر، بنحطهم كلهم على بعض وبنحطهم على النار، بس مش بنسيبهم يغلوا، بيدفوا بس حاجه بسيطه لحد ما الكريمه تبدا تدوب في اللبن، ما تبقاش عباره عن قطع كده، يبقى كلها سايله وتكون يعني دافيه كده. وبعد كده بنطفي عليها هنا بقى الكيكه بتاعتنا جهزت بجد. ريحتها كانت قلب المكان، يعني بالرغم من ان المكونات بتاعتها كانت بسيطه جدا، بس فعلا كانت ريحه المكان فظيعه بجد. سيبنا بقى الكيكه بتاعتنا لحد ما اتاكدنا ان هي بردت خالص، بحيث ان احنا نبدا نسقي بيها الصوص اللي احنا عملناه. بنخرمها زي ما انتم شايفين كده بالشوكه في كل حته، بحيث ان اللبن او الصوص اللي احنا كوناه اللي احنا عملناه ده يبقى يدخل في كل ذره من ذرات الكيكه دي. نبدا بقى نحط بقى الصوص اللي احنا عملناه ده كله بقى بيتحط على الكيكه لوحدها. هنا بقى بدأنا نحضر صوص الكراميل. بنحط حوالي تقريبا كوباية سكر، وبنسيبها بقى يعني تتكرمل مع نفسها كده، مش بنحط عليها اي حاجة. اول بقى ما بتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، احنا المفروض بنحط عليها علبة كريمة. طيب احنا ما عندناش كريمة بقى، هنعمل ايه؟ حماتي بتعمل حاجة يعني تعتبر زي الكريمة بالظبط، يعني بتدي نفس الافكت بتاع الكريمة في الصوص يعني وكده. بتجيب كوباية مية وبتحط عليها معلقتين نشا، وبتبدأ واحدة واحدة تحطها على الكراميل زي ما انتوا شايفين كده. بجد يعني سبحان الله، بتبقى بقى مش محتاجة ولا كريمة ولا اي حاجة. احنا عارفين دلوقتي الكريمة بقت غالية سعرها قد ايه، فاحنا ممكن نستبدل الكريمة بالجزء اللي احنا عملناه ده، وبنحط عليها بقى معلقة زبدة وخلاص كده كأن احنا بقى عندنا كريمة. واول ما الزبدة بتبدأ تسيح بنحط عليها بقى مية بالتدريج لحد ما بنكون الصوص اللي احنا محتاجينه.
هنا بقى الصوص كان جاهز معانا، وبدأنا بقى نحضر جزء الكريمة. كلنا بقى عارفين كريمة الشانتيه بتعمل ازاي، كوباية لبن والكريم شانتيه ونضربها بقى لحد ما بتوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. بدأنا بقى نحط الكريمة على الكيكة. طبعا احنا مش بنحط الكمية كلها، بنسيب زي ربع الكمية عشان دي اللي احنا هنزين بيها الكيكة. بعد ما بنحط بقى طبقة الكراميل بنحط بقى الكمية اللي باقية دي اللي هنزين بيها الكيكة زي ما هتشوفوا معانا. فردنا بقى طبقة الكريمة وفوقيها طبقة الكراميل زي ما انتم شايفين، وشوية الكريمة اللي انا قلتلكوا عليهم اللي احنا بنسيبهم دول بقى اللي هنزينه بيهم الكيكة زي ما انتم شايفين. بنزينها بالشكل ده. Nerede? Çatalda mı getireyim? Evet. Ben sana vereyim.
خلصنا بقى الحلويات بتاعتنا وبدأنا نعمل العشاء. اسهل واسرع اكلة في التاريخ، صينية فراخ بالبطاطس. الاتراك لما بيكونوا مزنوقين ومش عارفين يطبخهم ايه ومفيش بقى وقت ومش عارفين نفكر وخلطات كتير وخطوات كتير وكده، صينية فراخ بالبطاطس وهي بندخلها الفرن على طول. انا بقى اللي كنت بعمل العشاء وكده لان حماتي في الوقت ده ما كانتش موجوده في البيت، فانا قلت لها عبال ما توصلي عبال ما تخلصي مشوارك يعني وكده، فانا هعمل لك العشاء بس. فبدأنا بقى نعمل العشاء. اقول لكم حاجه برضو، انا مش من النوع اللي بيتكلم كتير قوي وبزهق بسرعه، يعني لما بتكلم كتير جدا بحس ان انا زهقت. يعني دايما مقتنعه ان ربنا خلق لنا ودنين ولسان واحد. ليه؟ عشان خاطر نتكلم اقل، يعني نسمع اكتر ما نتكلم. فدايما هتلاقوا فيديوهات ان انا بتكلم كلام بسيط جدا بختصر، اللي هو الفيديو بيشرح نفسه، مش محتاجه ان احنا نتكلم كتير وكده. فاتمنى الموضوع ده ما يكونش مضايقكم يعني، ولو الموضوع ده مضايقكم ممكن تقولوا لنا في الكومنتات، فاحنا احاول ان انا اطور من نفسي شويه واتكلم معاكم اقول لكم حاجات كتير يعني وكده. بس بصراحه انا بحس ان الكلام الكتير يعني بيزهق. فانتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ خلصنا بقى صينية الفراخ بالبطاطس وجهزناها ودخلناها الفرن وبدأنا نعمل الرز. هنعمل رز عادي جدا، رز بالشعرية. بس انا في حاجة بقى اكتشفتها هنا، يعني الاتراك بيعملوا حاجة غريبة جدا احنا مش موجودة عندنا في مصر، ان لسان العصفور بتاعنا الشعرية بتاعتهم. اوكي، يعني هم هنا لما بيعملوا رز بالشعرية زي بتاعتنا بيحطوا رز ولسان عصفور، مش رز والشعرية بتاعتنا الرفيعة دي. فدي حاجة انا مستغرباها جدا، يعني حتى لما بحاول اشرح لهم الموضوع ده بقول لهم ان احنا ده حاجة وده حاجة تانية، هما بيكونوا مستغربين جدا. بس اوكي مفيش مشكلة. هنا بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو معانا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنونا في فيديو جديد، وباي باي.